محمد أشرف رؤى، حققت ايه مع نادي الزمالك؟ وفي الآخر اخترت انك تمشي في الطريق اللي قبلك مشي فيه، زي اينو والعزب وغيرهم. ما قدروش النعمة اللي هم فيها. لا والله. مبدئيا لما تكون موجود في مكان ما ينفعش ابدا تطلع تتكلم على المكان ده، ولا من الاصل ولا من الاحتراف ولا من الاصول، لان المكان اللي بنتكلم عليه ده لحم كتفك من خيره. لو المكان ده نادي الزمالك فانت لازم تضرب له تعظيم سلام، كدبة هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار، لانه اداك اسم واداك شهرة واداك فلوس. تخيل نفسك كده لما كنتش لعبت لنادي الزمالك، هل كانت الناس هتردد اسمك؟ هل لما كنت هتقول تصريح دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي كان حد هيسمعك اصلا؟ ما كانش حد يعرفك. ايه يا فوزية؟ بتعيطي ليه يا فوزية؟ هفرض معاك انك لعبت 7 سنين في الزمالك، اغلبهم كنت احتياطي، صح؟ ولا نفتكر مع بعض؟ لكن اخدت مرتبك 6 سنين واتأخرت او اتأخرت عليك الفلوس في السنة الأخيرة لظروف النادي. هل ده مبرر للي عملته؟ انتوا ناس وسخة. طب ما تيجي كده افكرك بشوية اجانب. هل كوفي احسن منك في حاجة؟ كوفي اجنبي، كاسونجو اجنبي، رفضوا يشتكوا النادي. ليه؟ عارف دول حققوا بطولات مع نادي الزمالك، يعني موقفهم احسن منك. يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. واعلنوا ده رسمي في وسائل الاعلام، مش هنشتكي النادي اللي خيره علينا. طب يا سيدي اشتكيت، حقك، لكن كمان تطلع تتجاوز في حق النادي وتتكلم بطريقة لا تليق. الحقيقة إذا كنت بتقلل فأنت بتقلل من نفسك، بتقلل من حاجات كتير قوي، بتقلل من مكانتك. اوعى تكون فاكر إنك هتقلل من نادي الزمالك ولا من جماهيره. جمهور نادي الزمالك قادر إنه يطلع لاعب 7 سما وفي ثانية ينسى إنه دخل من باب النادي.